I am not okay. Can you love me extra today؟ دي جملة قالتها انجلينا جولي في أحد الأفلام. تعالوا نشوف معناها إيه في البلوجر النهارده. أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البلوجر. انجلينا جولي قالت جملة في أحد الأفلام حلوة قوي. قالت لجوزها: أنا النهارده مش مظبوطة، أنا النهارده مش حلوة، تقدر تقعد معايا وتحبني شوية زيادة؟ قال لها: لا، أنا مش فاضي، أنا مضطر أخرج. لما خرج ورجع ما لقاهاش في البيت، ولقاها كاتبه له رساله بتقول له فيها: ماليش حاجه فيك طالما انك انت ما وقفتش معايا وانا محتاجاك. الحقيقه كل الستات احيانا بتحتاج جوزها في وقت معين، بتبقى محتاجه حب في وقت معين، بتبقى محتاجه اهتمام في وقت معين. ده ما بيكونش ليه سبب. احيانا هي تصحى من النوم الصبح متضايقه، متوتره، خايفه، ما هياش مظبوطه، عايزه تحس بالامان، عايزه تحس بالدفء. في الوقت ده لازم تقف معاها، لازم تقعد معاها، لازم تطبطب عليها. هي مش عايزه منك فلوس، هي عايزاك بس تاخدها في حضنك عشان خاطر تحس بالامان، عشان تطلع من المشاعر السلبيه اللي هي بقت فيها لوحديها. وده بيحصل لكل الناس، مش لزوجتك بس. ممكن صاحبك كمان يقول لك: تعالى اقعد معايا شويه. ممكن يتكلم معاك في التليفون ويطول معاك في المكالمه ومفيش كلام هو بيقوله، لكن هو عايز يطلع من الحاله اللي هو فيها، فهو اختارك انت عشان يطلع من الحاله اللي هو فيها. زوجتك كمان اختارتك انت عشان تطلع من الحاله اللي فيها. جوزك لما يقول لك: تعالي اقعدي معايا وسيبك من الولاد دلوقتي، هو محتاجك في الوقت ده. لازم تقعدي معاه، لازم تلبي الرغبه بتاعته، لازم تحسسيه بانك انت واقفه معاه، بانك انت بتقويه، بانك انت ظهره، بانك انت عمرك ما هتتخلي عنه. نفس القصه بينك وبين افراد اسرتك، وبينك وبين اصدقائك كلهم. لازم يحسوا بدعمك في نفس الوقت اللي هم عندهم فيه جوع لمشاعر الامان، وعندهم توتر في مشاعر الخوف. اقف جنبهم في الوقت ده، هتكسب كتير. كان معاكم خالد شهاب.